السلام عليكم ورحمة الله. تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم الخميس في ولاية جيجل في فيضان الأودية وتشكيل سيول جارفة أدت إلى قطع العديد من الطرق والمحاور الرئيسية بالولاية. وحسب ما بيان للحماية المدنية لولاية جيجل، فإن مصالحها تدخلت من أجل القيام بعمليات إجلاء السكان بمنطقة بن عياش ببلدية قاوس جراء ارتفاع منسوب مياه واد براجح، كما تفقد والي الولاية أيضا السكان رفقة مدير الحماية المدنية. كما تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل بشارع كينيوار محمد الصديق ببلدية ودائرة جيجل لإنهيار مسكنين قديمين غير مأهولين بالسكان جراء انهيار ترابي تحتهما، كما ألحق أضرارا بسيارة مركونة بعين المكان. والحذر خاصة من قبل السكان القاطنين بجانب الوادي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.